السلام عليكم. اجمد واشيك ناس في الدنيا، شكرا لكل الرجاله الجامده جدا اللي لسه بتسمع الفيديوهات. الفيديو ده مش ديني، يعني انا مش جاي اكلمك من الناحيه الدينيه، لان كده كده الناحيه الدينيه معروفه واكيد انت سامعها وعارفها، فانا مش جاي اقول لك كلام متكرر. خليني متفق معاك ان اهلك في وقت كتير مش بيفهموك، وان رأيهم بيبقى غير رأيك خالص، وانت شايف حاجة وهم شايفين حاجة تانية خالص، والحاجة دي ممكن ما تبقاش الحاجة المناسبة ليك بجد. انا بس حبيت اقول لك المقدمة دي عشان تبقى عارف ان انا وانت كده ماشيين على خط واحد ودماغنا متوصلة ببعضها. بلا شك مفيش اي حد في الدنيا هيحبك زي ابوك وامك، او هيحبك بالطريقة اللي هم يحبوك بيها، وانت اكيد عارف الكلام ده. بس هي الفكره في اختلاف وجهات النظر وفرق الاجيال، ان هم يبقوا شايفين حاجه وانت شايف حاجه. وعلى فكره مش انا الشخص اللي بيسمع كلام اهله في كل حاجه، فيعني لان اهلي دلوقتي اكيد بيسمعوني، لا انا معروف من وانا طفل صغير ان انا ليا رايي وليا دماغي. يعني انا واخد في البيت كده حزب المعارضه اعتقد، ولكن بادب وبدون تجريح. والمقصود هنا ان انت حتى لو ليك رايك وليك دماغك وليك افكارك، تتقي ربنا برضو في ابوك وامك، لان الاهل اعظم نعمه في الحياه. بمعنى ما فيهاش حاجه لما مرات كتير تميل لاهلك، يعني عادي طالما الموضوع مش مصيري واهلك مش ظالمينك في قصه ظلم باين، خلاص مايل يا عم وعديها عادي. الموضوع مش الحياه مش هتقف، فاهمني؟ في ناس هتقول لي دلوقتي هو في اهل بيظلموا اولادهم؟ اه طبعا في اهل بيظلموا اولادهم بحاجات كتير مش مناسبه ليهم، ايا كان بقى الاهل بيحبوهم لدرجه فظيعه فكتر الحب قلب حب سلبي، او الام ساعات تظلم بنتها. فلازم انت هنا يبقى ليك شخصيه ويبقى ليك موقف، ولكن برضو وانت بتتقي ربنا فيهم، لان ده في الاول وفي الاخر ما هواش صاحبك او واحد هتقعد معاه على القهوه، دول اهلك. فلازم تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين. حتى لو انت شايف ان اهلك بيقول لك على حاجه مش هي الاصح، ارفض ولكن بادب وبهدوء، واياك تكون ظالم لاهلك. يعني اكيد انت مش محتاج اقول لك كده، وعارف ان انت مش بتعمل كده، بس انت حتى بينك وبين نفسك اياك تكون ظالم اهلك حتى لو هم عملوا ايه، لان زي ما قلت لك مفيش نعمه زي نعمه الاهل. ودايما خليك عارف ان اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في اصحابه، ولا له خير في نفسه، ولا له خير في اي حد، ولا عمره هيكون كسبان في حياته. وزي ما قلت لك لو الامر مش مصيري ممكن تعديها، لكن لو الامر مصيري او الامر مثلا متعلق بمستقبلك وانت شايف حاجه وخلاص انت مقتنع بيها وبتتقي ربنا في اللي بتعمله، ومش هتظلم اهلك ومش بتظلم نفسك، اتوكل على الله وخد الخطوه دي وما تترددش. خلاص يعني طالما انت شايف ان انت لا هتظلم اهلك ولا هتبقى بتفتري عليهم، ولا انت عارف انت من جواك، لان انت اكتر واحد ادرى بنفسك، مش ابوك ولا والدتك ولا اي حد ادرى باللي جواك. انت اكتر واحد عارف انت ايه من جوه. لو انت شايف ان اللي انت بتعمله ده صح مش غلط مش هيأذي حد بتتقي ربنا فيه، ما تسمعش كلام حد، خد القرار حتى لو هو فيه شويه غلط. الغلط ده هيعلمك. المهم وانت بتاخد القرار ده خليك عارف برضو ان ابوك وامك هم رقم واحد في حياتك. انا كل شويه بذكرك لان مش عايز الفيديو يتفهم بطريقه ان انا طالع احرضك على اهلك. طب لو انت واهلك طول الوقت مش عارفين توصلوا لنقطه تفاهم او عارفين تتواصلوا مع بعض، يفضل من اول ما تبتدي الحياه الجامعيه تنزل تشتغل. ما تفضلش قاعد في البيت تعارض وتتعارض، لا انت يا معلم انزل اشتغل وشوف بقى انت الواقع بنفسك، وابتدي خد خبرات، وده هيخليك تتعامل مع اهلك افضل. لان لما تختلط بالواقع هتبقى فاهم مثلا الواقع فيه ايه، والدك بيشوف ايه في الشارع كل يوم بيبقى جاي متعصب، والدتك بتتعب قد ايه عشان تشتري الخضار او ايا كان. ولكن برضو الواقع هيخلي ليك وجهة نظر كويسة جدا في التعامل مع اهلك. طب انت اهلك رافضين ان انت تشتغل، ما تسمعش كلامهم، انزل اشتغل. طالما الحاجة دي مش عيب ومش حرام ومش هتأثر على مذاكرتك، ما تسمعش كلامهم وانزل اشتغل. وصدقني اوقات كتير بيبقى في البعد يعني البعد اوقات كتير بيبقى افضل من انت تبقى طول الوقت قريب، لان كتر الاقتراب ده بيعمل صدمات. طالما هم مثلا مش مسنين مش محتاجين لوجودك جنبهم لو حد فيهم تعبان، لا خد قرار وانزل اشتغل، ما تفضلش قاعد في البيت. امتى بقى ما تسمعش الكلام؟ لو في حاجه مثلا مصيريه زي مثلا كليه، انت عايز تدخل كليه معينه وباباك شايفك في كليه معينه، انت هتوضح له وجهه نظرك بادب وهتقول له رايك بهدوء. لو تقبل تمام ارضيه، لو ما تقبلش برضه لازم ترضيه. بس في الحاله دي لازم تاخد انت القرار اللي انت شايفه مناسب لحياتك، لان والدك ووالدتك مش مكملين معاك. اللي جايه هي حياتك انت مش حياه اي حد تاني، وانت اكتر واحد عارف اللي هيناسبك. انت اكتر واحد هيتحمل نتيجه اختياراته سواء كانت صح او غلط. كده كده محدش هيكمل معاك. وده مش معناه بقى ان حد مش انت، يعني ان اللي هيعمل كده يقوم طالع يقول له لا انا هدخل الكليه دي وانا مش هعمل الا كذا. مش بالطريقه دي، لا بالراحه تفهم والدك او حد من اهلك كبير وجهه نظرك خالص في الموضوع، وتسمعه هو كمان، لان هو ممكن يبقى برضو عنده وجهه نظر تقنعك. ولكن في الاخر لو الامور ما مشتش مع بعضها في الحاجات اللي شبه كده، الحاجات اللي هي بتاعت مستقبلك،
انت خد قرارك وقرر لنفسك، انت خلاص ما بقتش صغير، ومهما كان ما تخليش حد يرسم لك حياتك بدماغه هو. هتحترمه وهتحبه، اياك تيجي عليه حتى لو بينك وبين نفسك زي ما قلت لك، ولكن ما تخليش اي حد يرسم لك حياتك بدماغه هو. انت لازم انت يكون ليك وجهة نظر، ولازم يكون ليك حياة، لان احنا ربنا اصلا خلقنا كلنا مختلفين عن بعض. مش هتخرج عن طوع اهلك زي ما بيقولوا، ولكن في نفس الوقت لازم في وقت من الاوقات يبقى انت ليك قرار، ما دام القرار ده يخص حياتك انت ومش هيضر اي حد من اهلك. كده انت يبقى ليك شخصيه قويه. طبعا انا هنا مش بتكلم عن كل الاهالي، لان في اهالي بيبقوا كويسين جدا، وهو ده الصح، ان مش الاب والام ان هو يقرر لاولاده كل حاجه وكل خطوه. لا، في وقت من الاوقات لازم الاب والام يسيبوا ابنهم يقع وقعه صغيره كده عشان يتعلم ويقوم من تاني. والحل من وجهه نظر زي ما قلت لك ان انت هتنزل تشتغل، مش طول الوقت هتفضل بقى تعارض وتتعارض، لان مش صح، لان ده باباك زي ما قلت لك او مامتك، مش حد من صحابك اللي هو هينفع تعارضه عادي ومش عارف ايه. فانا شايف ان الانسحاب في المواقف اللي زي كده بان انت تنزل تشتغل، تتعلم حاجه جديده، تكسب خبره، تكسب فلوس، ده افضل. تفضل قاعد في البيت طول الوقت ومش بيحصل حاجه غير ان انتوا بتشدوا مع بعض. يمكن لما يحصل شويه بعد هتعرف برضو لما تنزل الشارع قد ايه اهلك بيحبوك، هم كمان هيعرفوا قد ايه هم بيحبوك وان انت كبرت. لان انت هتفضل كده في نظر والدك ووالدتك صغير طول العمر، حتى لو احنا كبرنا وبقى لنا تفكير وبقى عندنا حوارات في حياتنا هم مش متخيلينها، او مرينا بتجارب ما حدش متخيلها، بس برضو هي دي الفطره، ان احنا بنفضل صغيرين في عين اهلنا طول العمر، ودي حاجه مش وحشه، ولكن الزياده فيها ممكن يعني تتقلب بشكل سلبي علينا. لازم يكون لك تجارب شخصيه في الحياه عشان تقدر تبني شخصيه ليك وتكون صانع قرارات، مش طول الوقت بتتوجه، لان طول الوقت التوجيه ده مش حاجه صح. انت لازم يا باشا تنزل كده الشارع وتشوف وتتعامل. هيبقى عندك من المبادئ اللي والدك ووالدتك قالوا لك عليها، ولكن الشارع دايما بيبقى له وجهه نظر مختلفه. انا كلمتك في الفيديو ده من وجهه نظري، اتمنى ما حدش يفهم الفيديو ده ان انا بقول لك تعالى على باباك او مامتك، او لما انت مثلا باباك يبقى شايف حاجه وانت شايف حاجه تانية عنده او تزعله. لا، مش ده المقصود خالص. المقصود ان انت في كل الاحوال هتحترم والدك ووالدتك، ولكن في بعض الاحيان لو في حاجات مصريه طالما مش بتعارض الدين، طالما مش حاجه عيب، خلاص انت تقدر تقرر لنفسك عادي، ما دام انت شخص كبير ما انتش صغير، خلاص دخلت جامعه، ابتديت تتحرك، فاهم يعني ايه دين. مش وانا عارف ان انت كده يعني. انا بس بقول لك الكلام ده عشان يبقى ابراء ذمه، عشان ما حدش يفهم الفيديو ان انا بقول لك لا خلاص بقى انا مش هعمل اللي في دماغي ويطلع بقى لان ده في الاول وفي الاخر باباك مش صح. هصور لك فيديو تاني دلوقتي وهكون لابس نفس التيشيرت، مش عارف هنزله امتى، بس عشان ما تفكرش ان فضلت قاعد طول المده دي لابس نفس التيشيرت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.